يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. صدق الله العظيم. ازيكم؟ انا عمر عزازي، مدرس استشاري جراحة الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة. خليني افكركم ان سلسلة الحلقات دي مش تفسير قرآني، لكنها بتتكلم عن الجانب النفسي والتوعوي في العلاقات الزوجية من واقع خبرتنا في علم الذكورة واللي بنشوفه كل يوم في العيادات عندنا. الآيات دي من سورة الشورى بتحط قاعدة عقائدية واضحة جدا، ان مسألة الذرية هي رزق وهبة من الله وفقط، مش استحقاق ومش نتيجة حتمية للأسباب بس. ربنا ذكر 4 حالات، شوية هيخلفوا بنات بس، وشوية هيخلفوا ذكور بس، وممكن شوية هيجمع لهم ما بين الاتنين ولاد وإناث. لكن برضه قدر ربنا إنه هيجعل من يشاء عقيما. كل الاحتمالات تحت مشيئته سبحانه، والأسباب موجودة، وهو ده الطب، وهو ده اللي احنا بنعمله في عياداتنا كل يوم. بس النتيجة النهائية والحتمية بتاعته هو بس سبحانه. أنا عايز أقول لكم الآية دي هي الدستور بتاعنا في عياداتنا في الذكورة وعلاج العقم وتأخر الإنجاب. دستور بيحدد لنا حاجات كتير قوي، بيحدد لنا ليه في حقن مجهري بينجح وحقن مجهري ما بينجحش، بيحدد لنا هل اختيار جنس المولود حلال ولا حرام، بيحدد لنا ايه نسب نجاح العلاجات بتاعتنا. فتعالوا نشوف واحدة واحدة. يمكن دايما ودي جملة ثابتة عندي في العيادة، أول وقبل ما أتكلم عن أي حاجة تخص الإنجاب بقول كله طبعا رزق ربنا. أمال إحنا في الطب ملناش لازمة؟ لا طبعا، مين قال كده؟ إحنا بنشوف الأسباب الأرضية المكتسبة سبب ونعالجها. بنشوف التدخين ونعالجه، نشوف الدوالي ونعالجها، نشوف خلل الهرمونات ونعالجها، نشوف لو محتاجين حقن مجهري ونعمله. كل اللي فات ده بنعمله، والحمد لله بيبقى بعديه نسب نجاح رهيبة وتحسن وحمل طبيعي، لكن كله مرهون برزق الله. ويمكن الآية دي بتخلينا نعرف نجاوب على أسئلة كتير، زي مثلا ليه يا رب التحليل بتاعي زي الفل وكويس ومفيهوش أي مشكلة وبرضه مفيش نصيب؟ لأنه رزق ربنا. وليه حد تاني ممكن يكون التحليل بتاعه فيه ضعف واقل من اللي مكتوب في المراجع العلميه، وساعات كتير ممكن يكون عنده حيوان منوي 1 أو 2 ويتحول لصفر، ورغم كده برضه ممكن يكون حصل حمل. هو كده رزق ربنا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هو ليه ناس كتير عندهم دوالي وبيخلفوا، وليه ناس تانيين عندهم دوالي وبيخلفوش وبيضطروا يعملوا العمليه والحمد لله بيخلفوا بعديها، وليه ناس تانيين بيبقى عندهم دوالي كبيره ويضطروا يعملوا عمليه وما يخلفوش؟ رزق ربنا. وليه ناس كتير بتشرب سجاير وبتخلف، بس ناس تانية بتشرب سجاير وما بتخلفش؟ رزق ربنا. هل ده معناه ان احنا نسيب الموضوع وما نتعالجش وما نوقفش سجاير وما نعملش عمليه دوالي؟ لا طبعا، احنا مطالبين ان احنا نشيل الاسباب سبب، نوقف تدخين، ولما نوقفه ان شاء الله باذن ربنا بيحصل حمل، ولما بنيجي نعمل عمليه الدوالي لو انت محتاجها فباذن الله وبرزقه 50-60% بيحصل حمل طبيعي، لانه في الاخر يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ساعات كتير بيكون دورنا على كل الأسباب وحاولنا مرة و2 و3 وعالجنا كل الأسباب وبرضه مفيش نصيب. العلم بيفضل عاجز في النقطة دي، وساعتها ممكن نتجه للحقن المجهري ويحصل حمل أو ما يحصلش. هنتكلم عن الموضوع ده. يبقى ده أكيد هو خلق ربنا ورزقه. وبرضه ساعات كتير ممكن يكون مريض انعدام حياة منوية وصفر حياة منوية، حاولنا معاه بالأدوية وحاولنا معاه بالتفتيش الميكروسكوبي والبحث بالسبيرم سيرش AI وما لقيناش خلايا وما لقيناش عنده أي خلل في الجينات أو الكروموزومات. ليه؟ هنا العلم هيقف وهيقول إن دي هو خلقة ربنا ورزق ربنا. وبرضه للأسف ممكن بعض الأحيان بيكون في خلل جيني أو في الكروموزومات، بيكون أثناء التخليق في حذف في كروموزوم معين، هو ممكن يكون أحد الأسباب لتأخر الإنجاب. وده في الأول والآخر رزق ربنا، هو ربنا خلقنا كده ويجعل من يشاء عقيم. فزي ما اتفقنا هذه الآية لازم تكون قصاد عينينا في كل وقت طول ما احنا قاعدين في رحلة تأخر الإنجاب والحقن المجهري.
احنا هنفضل نعمل اللي علينا واحده واحده، لان احنا مطالب مننا كده، مطالب مني انا كدكتور كده، مطالب منك كمريض كده. لكن في الاخر ده رزق ربنا. برضه لو هنتكلم عن الحقن المجهري فهو 100% رزق ربنا. يا دكتور هو ليه الحقن المجاني فشل؟ في اسباب، ممكن اسباب عند الزوج زي تكسير الماده الوراثيه، محتاجين ندور عليه وندور على اسباب التكسير ونعالجها. ممكن تكون اسباب عند الزوجه زي زياده السيوله او فيروسات زي بتاعه القطط او مشاكل في الرحم. طبعا ممكن يكون ده سبب ونحاول نعالجها. بعض الاحيان ممكن تكون مشاكل في معمل الاجنه نفسه والكواليتي كنترول بتاعته، فبنحاول نغير ما بين معمل والتاني. لكن في الاول والاخر نجاح الحقن المجهري هو رزق ربنا. ممكن لو هنتكلم عن التفتيش الميكروسكوبي والحقن المجهري فدايما بنقول ان في 3 مراحل احنا بنستنى توفيق ورزق ربنا فيهم خطوه بخطوه. اولهم في التفتيش دايما بنقول احنا عمرنا ما بنخلق خلايا عمرنا ما بنخلق حيوانات منويه مكتمله. احنا وظيفتنا كدكاتره باستخدام التقنيات الكتيره اللي عندنا، التقنيات الميكروسكوبيه والسبيرم سيرجري هو اللي انا ابحث عن حيوان جوه وافتش عن حيوان جوه، لكن عمرنا ما بنخلق خلايا او عمرنا ما بنخلق حيوان منوي. ففكره ان احنا نلاقي حيوان منوي جوه هو توفيق ورزق من ربنا. نفس الكلام بعديها فكرة إن تخصيب الحيوان المنوي للبويضة وتكوين جنين هو لن يكون إلا بإرادة الله. أيوة هنعمل اللي علينا باختيار أحسن حيوان منوي، هنعمل اللي علينا باختيار أحسن بويضة، هنعمل اللي علينا كمعمل للأجنة بإن إحنا نفرض كواليتي كنترول رهيبة تحافظ على الجنين وتكبره. لكن في الآخر لن يتم تكوين الجنين إلا بإرادة ربنا. طب بعد الجنين ما اتكون وهنيجي الأهم مرحلة الإرجاع، وإن هو رجع ورجعناه في الرحم واتزرع في الرحم، هتيجي الفترة الأهم وهي فترة الانتظار، فترة نفخ الروح، ولن ينفخ الروح إلا ربنا. فاحنا طول رحلة الحقن المجهري والتفتيش الميكروسكوبي وعلاج تأخر الإنجاب احنا مستنيين توفيق ورزق ربنا في كل خطوة. وده يمكن بيدخلنا لسؤال مهم وإجابة لسؤال مهم: هل تحديد جنس المولود حرام؟ يمكن أنا مش هفتي لأن أنا مش أهل الفتوى، لكن كل الفتاوى الحديثة دلوقتي أحلت هذا الموضوع، بالذات لو الزوجين كان عندهم أكثر من خلفة قبل كده وعايزين نوع آخر من الأجنة، سواء مخلفين أكتر من ولد وعايزين بنت أو مخلفين أكتر من بنت وعايزين ولد. واستناد الفقهاء وهذه الفتاوى الحديثة مبني عن حاجة واحدة: إن ربنا لو مش رايد فمفيش حد هينفخ الروح غيره. احنا بنختار الجنين الذكر، احنا بنختار الجنين الأنثى ونرجعه للرحم، لكن نفخ الروح هو بإيد ربنا بس، ولن يكون في كون الله إلا ما أراد الله، لأنه في الآخر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كل سنة وأنتم طيبين.